تخيل تفيق في وسط عالم ما كتعرفوش وكل شيء فيه كيبان زوين، ولكن فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. راجل تايه بين الوهم والحقيقه، ومراه غامضه كتجرب في مغامره غريبه. واش غادي يفيق ولا يبقى عايش في الكذوب؟ في المكتب غريغ كيبقى كيرسم بلا ما يخدم. في بالو كيتخيل بلاصه زوينه ومرا زوينه وكيحسهم بحال الا كانوا حقيقيين. كتعيط عليه بنته ايميلي وكتسولو على كتفو واش باقي كياخد الدواء ديالو. كيقول ليها ومن بعد كتعرض عليه يجي يتعشى معاهم يحتفلوا بتخرجها. ولكن غريغ علاقته ما مزياناش مع طليقته وكيخاف يخسر العشاء، وكيقترح ياخد ايميلي وخوها يخرجوا غدا. من بعد كيتصل بالصيدليه باش يعاود ياخد الدواء حيت سال عليه. كياخد اخر قرص وكيخرج يجتمع مع المدير ديالو وما كيشوفش البسطام على المكتب. المدير بيورن كيوبخو حيت كيدوز الوقت وهو كيرسم وكيطردو. في الاول كيتصدم وما كيعرفش كيفاش يتصرف، ولكن ملي المدير كيلمس كتفو كينفجر وكيدفعو كيطيح المدير ويضرب راسو على المكتب ويموت في بلاصتو. غريغ كيحتار اش يدير. الحمام عامر ومخرج النجاة غادي يطلق الانذار. كيشد الجثه ويعلقها في الشرجم بكم القميجه وكيغطيها بالستاره. ملي كتدخل السكرتيره كيقول لها المدير ما جاش وكيخرج. في البار كيطلب غريغ شراب قوي وكيتفاجئ بوحده كتشوف فيه سميتها ايزابيل، وكتبدا كدير اشارات غريبه وكتقول ليه راه حقيقي حيت ما تاثرش بالقوه ديالها. غريغ كيتلف وايزابيل كتحرك يديها وكتخلي اشياء طيح من تفصيل نادل، وكتوريه المكتب فين كيبان فيه الجثه وكتقول ليه غادي تعاون معاه حيت هي السبب، حيت هي اللي خلقت هذا العالم. ولكن خاصها العقد ديالها هو الاول من عند خليلها السابق حيت هو حقيقي وما قدرتش تستعمل عليه القوه ديالها. غريغ ما فاهمش وكتشرح ليه باللي الناس في الزنقه والنادل ماشي حقيقيين، وكتعرف سميتو بلا ما يقولها ولكن غير حيت سمعته من نادل. كيمشي للحمام وكيلقى الخطيب ديالها طايح، كيشد العقد من يدو وكيعطيه عليها وكتقول ليه فيه كريستالات صفراء عندهم قوه كيتحكموا في العالم المزيف. منين كتسمع باللي الراجل ما كانش فايق كتصيفطو يرجع يجيب البزدام ديالو، ومن بعد كيستعملوا الفلوس باش يشريو الشراب وكيزيدوا فيه الكريستالات وكيشربوه. دابا كتقول ليه ايزابيل راه ولا حر وكتعاونو يحل المشكل ديالو، وكطيح جثه بيورن من السرجم باش تبان بحال الا هو اللي رمى راسو. غريغ جرى عند الناس وهو مرعوب بحالهم، ولكن ايزابيل شداتو باش ما يتفضحوش. قالت لي خاصو يختفي شويه وداتو لمحل الكترونيات باش تخليه يبيع تليفونه. غريغ شاف الصوره ديال عائلته للمره الاخيره قبل ما يعطي التليفون. في التلفازه كانوا ديجا كيهضروا على موت بيورن. من بعد ايزابيل داتو المخيم فين كتعيش مع الناس بلا مأوى، ولكن قالت ليه هي ماشي مشرده، غير بغات تعيش بلا ما تكون تابعه للنظام حيت عندها الظلمه. وغريغ ما عندوش بزاف ديال الخيارات، وافق يختفي تما شويه. في الليل شافوا الاخبار وتيقنوا ان قضيه بيورن تسدت رسميا على اساس انه هو اللي صفاها لراسو، يعني غريغ ولا في امان. رغم ذلك باقي كيحس بالذنب، وايزابيل فكراتو ان بيورن ما كانش حقيقي. ومنين شافتو متردد قررت تعلمو كيفاش يستعمل القوه ديالو. عطاتو بريكه في يدو وخلاتو يشعل الشموع من بعيد ونجح من اول محاوله. من بعد طفات الشموع وحيدت البريكه وخلاتو يحاول بيديه، وبالفعل شال الشموع بوحدو. فلاشة وراها رسومات ديال دار فخمه ومرا زوينه، وقالت لي راه هي اللي في الرسومات، يعني كان كيرسم حياتهم الحقيقيه برا من هذا العالم وانه راجلها. في الصباح مشات ايميلي عند خوها ارثر، بغاتو يعاونها تلقى باهم ويجي لحفل التخرج، ولكن ارثر رفض وقال لها ما بقاتش عنده الثقه في غريغ، وفكرها بان باهم ديما كتكون ضاره شي حاجه باش يتهرب وباللي مدمن على الدواء، وهذا الشيء خلى ايميلي تقلق وتمشي. في هذا الوقت كانوا غريغ وايزابيل كيتزلقوا في الرولر وكيطيحوا الناس باستعمال القوه ديالهم حتى الشيوخ. في الاول كان غريغ متردد، ولكن ايزابيل علمته ان كل شيء ماشي حقيقي، يعني ما كاين لا شي يتقلق. ومنين طاحوا الناس كاملين خرجوا سرقوا حوايج اللي معلقين، ومن بعد شافوا راسهم كيتشدوا، ولكن اللي تشدوا بالحوايج المسروقه ما كانوش هما، كانوا غير جوج ديال الشماكريه. في الكوميساريه خداو ليهم التصاور ورفضوا يقولوا لهم اسمائهم، ومن بعد خرجوا مازال باغي يزيدوا يرونوها. في هذا الوقت كانت ايميلي كتقلب في كل الملاجئ باش تلقى باها. من بعد شويه ايزابيل طلبت من غريغ يدخل يشري لهم ماكله، ومشات للزاويه فين سرقات الزبون من عند بنات الليل. غريغ بغا يطلب ماكله وهو كيتسنى، ولكن ما عندوش الفلوس كامله، وايزابيل مشات في الطوموبيل مع الزبون. في واحد الطبله كان ارثر جالس مع صحابه وشاف الحاله المزريه ديال باهم، ولكن ما مشاش عنده.
غريغ بقى كيتسنى برا، وواحد الخدام حن فيه وعطاه شويه ديال الماكله اللي فاتها الصلاحيه. في داك اللحظه رجعت ايزابيل وكلاو مجموعين. في الليل مشات ايزابيل عند كيندو باش يعمر ليها العقد ديالها بالكريستالات الصفراء، وغريغ بقى كيتسنى برا. وجا عنده واحد البائع كيبغي يبيع ليه مواد ممنوعه، ولكن غريغ رفض. في هذا الوقت ايميلي كتقلب في الحومه حيت ارثر قال ليها اش شاف، وفي الاخير لقات باها كيتسنى ايزابيل وحاولت تديه معاه حيت خايفه عليه من الحاله اللي فيها. غريغ طلب منها تصبر شويه ووعدها يجي لحفل التخرج ديالها، ولكن ايميلي صدماتو وقالت ليه راه دازت عليه 2 الاسابيع. باين ملي غريغ فقدت الاحساس بالزمن، ولكن مع ذلك رفض يمشي معها. ايميلي جاها اليأس، عطاتو النمره وطلبت منه يتصل بها إلا احتاجها. منين مشى شاف الورقه اللي عطاتو ولقاها صوره من التخرج ديالها. من بعد رجعت ايزابيل ومعها كريستالات جديده وقالت ليه يتجاهل ايميلي حيت ماشي حقيقيه. ومنين بداو كيمشيو بدا تبعهم تاجر اخر وكيهددهم بالسلاح. حيت دخلوا الحي ديالو غريغ كتر من الكريستالات واستعمل القوه ديالو باش يسحقهم، ولكن من بعد داخو تقيه. الصباح فاق غريغ في بلاصه ايزابيل، ومنين ما لقاهاش جمع حوايجو وحاول يتصل بايميلي، ولكن جاوبته غير العلبه الصوتيه. منين رجع للمخيم ايزابيل تصدمت حيت مشى وسحب ليها سمح فيها، وقالت ليه راه خلات ليه رساله، وقالت ليه حتى الكريستالات كاملين تسرقوا. منين شافت الصوره ديال ايميلي في جيبو بدات كتبكي حيت حست ان غريغ كيختار شخص وهمي عليها. غريغ حلف ليها انه ما شافش بنته وكيبداو يتخاصموا. ايزابيل كترجع تهرج وكتفكروا باللي مازال في الوهم وكتحس بحال الا غادي يضيع منها. منين غريغ قال خاصهم يساليو هاد العلاقه، غريغ تفقس وقال ليها ما شاف حتى دليل على الهضره ديالها باش تخليه يبقى. ايزابيل فتحت خزنه وخرجت منها كريستالات زرقين، خداتهم من كيندو وقالت باللي ممكن يخرجوهم من المحاكاه، ولكن هادشي غير نظري، خاصهم ياخدوا 10 لكل واحد، ولكن هي ما عندهاش كفايه. ومع ذلك قالت نجربوا باستعمال جهاز خاص. غريغ استنشق الكريستالات الزرقاء وفجأة فاق في بلاصة جديدة في واحد البيت غامض. لقى راسو لابس مزيان ومربوط بواحد الآلة كبيرة فيها بزاف ديال الدماغات. سولها واش كان ديما العالم هكا. ايزابيل قالت ليه لا، راه كان أسوأ من المحاكاة. التلوث كان كيقتل الناس في الزنقة، والفقر وصل لمستوى خطير، ولكن 3 الحوايج داروا الفرق: التشغيل الآلي، علم الأحياء التركيبي، وتعديل الكويكبات. من بعد جابت واحد الآلة سميتها وحدة إظهار الأفكار وقالت لي راه هو اللي اخترعها. أي حاجة كيتخيلها كتظهر في الشاشة مباشرة، وبهاد الآلة بدات كتشرح لي قصة هاد العالم. علم الأحياء التركيبي صلحت المشاكل البيئية، وصاحب شركة تعديل الكويكبات ربح بزاف ديال الفلوس وبدا كيعطي منها للناس. كل واحد كيستافد من 500,000 دولار في السنة، والروبوهات كيديروا جميع الأشغال. الناس ولات عندها الوقت دير اللي بغات، ولكن ولفوا بسرعة ولات حياتهم مملة. وهذا الشيء علاش ايزابيل اخترعت البراين بوكس باش الناس يعيشوا المعاناة ويتعلموا يقدروا النعمة. غريغ قال لها ان الفكرة خدامة حيث هو عايش تجربة خيالية. ايزابيل فكرته خصهم يرجعوا للمختبر، ولكن غريغ طلب منها نهار اخر يستمتع فيه. في الغد مشاو يتبحروا، ومن بعد حضروا الحفلة فيها بزاف ديال النقاشات الفلسفية مع علماء. في الليل الطبيب تسنى حتى بقى غريغ بوحدو وقال ليه كاينين اشاعات على بحث ايزابيل. غريغ طمنو وقال ليه كلشي بخير، ولكن الطبيب طلب منه يبقى مراقب الوضع. من بعد ما مشى جات ايزابيل وسولات غريغ على شنو قال ليه، وقال لها ما كاين والو، ولكن هي تقلقات وعرفت باللي كيكذب، وقالت باللي عارفه حتى واحد ما كيتيق فيها وكلشي كيضحك عليها من وراها باش يهديها. غريغ حلف ليها باللي كيتيق فيها، ومن بعد خرجوا بجوج من الحفله وما عارفينش ان هولوغرام ديال ايمي كيشوفهم. تقنين بان الهولوغرام ما يقربش من غريغ حيت ما يمكنش التنبؤ بتصرفاته. في الصباح ايزابيل قالت ليه بغات تاكد باللي التجربه ديالها خدامه وخاصها تجيب معطيات اكثر، يعني خاصهم يرجعوا للبوكس، ولكن غريغ ما بغاش وقال ليها تنشر النتائج اللي عندها دابا راه كافيه. ايزابيل قبلت غير منين وافق يكون حاضر في المقابله اثناء العرض. في الليل في مسرح عامر قدمت ايزابيل التجربه ديالها تحت اسم بليس، وكتحاول تشرح لغريغ ان السعاده الحقيقيه ما كتجيش بلا ما نعيشوا العكس ديالها، يعني الحزن والمعاناه، وكتاخذوا باش يجاوب قدام الناس في العرض. لكن المفاجاه هي انها عرضت فيديو عليه قبل ما يدخل المحاكاه وكان فيه غاضب ومحبط بزاف. من بعد كتسولو واش كيتوحش شي حد وكيشوف بنته ايميلي وسط الجمهور، ولكن كيقول لا،
وهذه كتخلي الامور تزداد غموض. من بعد الحفله كيبدا يشوف هولوغرام بنته كيتبعها، وكيلاحظ ان العالم اللي فيه بدا كيتخلط مع العالم الاخر. كتقول ليه بنته انه خاصو يفيق من الوهم، وكتعطيه العقد ديال البلورات، وكتفكروا بمواقف من الطفوله باش ترد ليه الذاكره. وسط الزحام كتوقع فوضى والمتظاهرين كيدخلوا، وغريك كيشوف ايزابيل عارقه وسط الناس وكيستعمل البلورات باش ينقذها. ومن بعد كيهربوا بجوج وكيكتشفوا ان العالم ولا فوضى، حيث الناس بداو كيتصرفوا كانهم باقين في المحاكاه. الحل الوحيد هو يرجعوا للواقع الحقيقي ويدخلوا للمختبر تحت الخطر، وكيفيقوا في العالم الحقيقي وسط الشتا والفوضى، وكيحاولوا يلقاو كيندو. وغريغ كيبدا يشك في كلشي، خصوصا ملي كيشوف بيورن وكيحاول يفهم واش شي حاجه كانت حقيقيه. من بعد ما سرقوا البسطام ديال الراجل، ركبوا في الطوموبيل ولقاو فردي. مشاو عند كيندو، وايزابيل هددته بالسلاح باش يعطيها البلورات الزرقين. كيندو وافق، ولكن ملي مد يدو لجيبو ظناتو غادي يخرج السلاح. طلقات عليه وقتلاتو، ولكن في الحقيقه كان غير باغي يعطيها البلورات. ايزابيل ما حساتش بالذنب، حيت كتقول راه غير نسخه منه في هذا العالم وما غيموتش في العالم الحقيقي. فجاه البوليس هجموا عليهم وهربوا للطابق الفوقاني، وخرجوا من السلالم من الخلفيه وركبوا في الطوموبيل اللي سرقوها. في هذا الوقت إيميلي مشات عند آرثر تطلب منه المساعدة بعد ما البوليس عيطوا ليه بخبار جديدة. ملي وصلوا للمأوى ديالهم باش يستعملوا الجهاز، تصدموا حيت البلورات الزرقين ما كانوش كافيين مرة أخرى. البوليس بدا كيبان في القنطرة، وإيزابيل قالت أنه خاص شي واحد فيهم يبقى والآخر يرجع للعالم الحقيقي. غريغ رفض يبقى وعطاتو الجهاز، ولكن ما قدرش يخليها وراه. عرض عليها خطة تقتلو باش يفيق في العالم الحقيقي وهي تلحقو بالجهاز، لكن إيزابيل رفضات. إيزابيل بدات كتشك واش كيندو باقي حي ولا لا، حيت هذه أول مرة كيوقع فيها الموت في هذا العالم اللي صوباتو. البوليس بداو كيطوقوا البلاصة، وفي هذه اللحظة وصلوا الخوت. آرثر ما تبعش إيميلي وقال ليها أنه جا غير باش يساندها ماشي باش يوقف مع باهم. إيزابيل تخلعت وبدات كتجلط وعتبت راسها حيت هي اللي خلقت هذا العالم. غريغ كلمها وقال لها أن العالم ديالها زوين وأنه ما غاديش يخليها. إيميلي جرت للقنطرة وعيطت لغريغ، لكن البوليس شدوها. إيزابيل شافت تصوير التخرج ديال إيميلي وقالت عليها زوينة، وخرجت باش تلهي البوليس واستعملت الجهاز. وغريغ قدر يهرب من البوليس بلا ما يشدوه. في وسط المدينة بدا كيبكي، واخا بدا كيتقبل الواقع اللي وقع ليه. من بعد لقيناه جالس في مجموعة الدعم وكيعترف أنه مدمن. الحقيقة كانت صادمة، العالم كامل ما كان غير هلاوي سببتهم المخدرات. ولكن مع الوقت غريغ قدر يتشافى وبدا كيتلاقى مع بنته إيميلي من جديد. احيانا كنهربوا من العالم، كنصاوبوا عوالم في خيالنا باش ما نحسوش بالحقيقه، ولكن مهما هربنا الواقع ديما كيبقى كيسايلنا. هذا الفيلم ماشي غير قصه، راه تذكير باللي اقوى مواجهه في الحياه هي انك تواجه راسك.